خرج رجل في سفر مع ابنه إلى مدينة تبعد عنهما مسيرة يومين، وكان برفقتهما حمار يضعون عليه الأمتعة، وكان الرجل يردد قائلا: الحمد لله، ما صرفه الله عنا كان أعظم. وفي منتصف الطريق كسرت ساق الحمار ولم يعد قادرا على حمل متاعه، فقال الرجل: الحمد لله، ما صرفه الله عنا كان أعظم. فحمل كل منهما متاعه على ظهره وأكمل الطريق. فجأة كسرت قدم الرجل ولم يعد قادرا على حمل أغراضه، وأصبح يجر قدمه جرا، فقال: الحمد لله، ما صرفه الله عنا كان أعظم. فلم يكن أمام الابن سوى أن يحمل متاعه ومتاع أبيه على ظهره. وفي الطريق لدغ الابن من عقرب كبير، فوقع على الأرض وهو يصرخ من شدة الألم، فقال الأب كعادته: الحمد لله، ما صرفه الله عنا كان أعظم. فقال الابن لأبيه متعجبا: أهناك أعظم مما أصابنا؟ لقد كسرت ساق حمارنا، ثم كسرت قدمك، وها أنا لدغني عقرب وكدت أن أموت، فهل هناك أعظم من مصيبتنا؟ وعندما شفي الابن أكمل الطريق بعد كل ما أصابهم من ابتلاءات. وما زال الرجل يقول: الحمد لله، ما صرفه الله عنا كان أعظم. وصل إلى المدينة بعد تعب وعناء، فإذا بزلزال قد ضربها فدمر معظمها، ومات عدد كبير من أهاليها. فنظر الرجل لابنه وقال: انظر يا بني، لو لم يصبنا ما أصابنا في رحلتنا لكنا وصلنا في ذلك الوقت، وأصابنا ما هو أعظم من مصيبتنا، وكنا هلكنا مع من هلك من أهل المدينة. العبرة من القصة: قد يمنع الله عنك شيئا تحبه، أو يبتليك بشيء تكرهه ليحميك من مصيبة أكبر أنت لا تعلمها، فما ظننته شرا وتعطيلا قد يكون هو السبب في نجاتك. طبتم وطابت متابعتكم، وتبوأتم من الجنة مقعدا.